بمعنى أن الذي فسر ما صدر عن المدونة كأنه يقصد هدمها حتى قبل أن تولد أو وأدها وهي ما زالت طفلة. هذا هو الأموال المشتركة. الأموال المشتركة، نقول الأموال المشتركة راه مشاو بعيد في الاموال المشتركه. راه ماشي تزوج وحده غدا وتجي تقول لك عطيني نص الاموال ديالك، هذا هو الفهم اللي كاين. اولا دابا الفلوس اللي عندك كلشي غتجي المراه تقسمهم. لا هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. اولا الموضوع هو موضوع كل الممتلكات التي كانت قبل الزواج غير قابله للقسمه، لان هذيك دارها قبل الزواج. من بعد ما يتزوج خصهم يقرروا واش اموال مشتركه ولا اموال كل واحد بالاموال ديالو، خصهم يقرروها في عقد الزواج. ثانيا من حيث تكون المراه جالسه في الدار، تصور المراه جالسه في الدار وانت كدير المشاريع وهي كتوفر لك الاكل والنوم وكذا وكذا، خصنا نحسبوا العمل ديالها لان العمر ديالها دوزاتو في الخدمه ديالك، خصنا نحددوا هذيك القيمه. حنا غادي نحددوها وفقا للشروط معقده شيئا ما، لانه الان كاين بحث في هذا الموضوع شنو هي العناصر. ثانيا ما غاديش نمسوا بالعداله والانصاف، غادي نصفوا كل واحد. شركه تلقائيه مازال غتنظم، غتنظم مشكل، لا ندير نظم الى اخره. ماشي بهذه السرعه اللي كتعتقدوها تاخذ من وقت، ولكن حنا كنديروا الان دراسه على مستوى دول العالم باش نجيو التجارب اللي عندهم، وكنناقشوا مع رجال الدين، كنناقشوا مع رجال العلم الاجتماعي، ومن بعد نديروا التصور. ولكن ماشي بهذه الصيغه ديال غنزوج بها غدا غتجي تقسم معايا، ولا تزوج معايا يومين طلقت. او نستلموا على الكريديات الديون اللي كتكون ولكن ربطاتو هذه القضيه اذا كانت الديون اذا كانت سميتو الممتلكات مشتركه يكون الدين مشكل مشترك. علاش كتكون الدار مشتركه، يكون الدين خضع للدار، واش غنديروا؟ لا ولكن الا امراه خدات كريدي باش تشري الذهب ديالها، او الراجل خدا كريدي باش يدير شي حاجه قبل بها الزوج وقبل بها الزوجه، حيت يكون العمل مشترك تكون بايجابياتها وبسلبياتها، بمداخلها وبمصاريفها، بما لها وما عليها. ما يمكنش تقول لي انا غنشارك معك في اموالك ولكن انت نهار تكون الديون انا ما تشاركنيش فيها، وما يمكنش. انا الشكل باش كتفسر الامور، الشكل باش كتقدم الامور، والشكل باش كتعاود الامور تيبان ما غادياش بحسن نيه. الكل غادي بحسن نيه، نناقشوا في زربانين، تسنى نخرجوا النصوص فين زربان، تسنى نوضحوا الامور. علاش هذا الهجوم كله؟ تسنى بشويه عليكم حيت نوضعوا الامور ونكدوا الامور ونناقشوا الامور. مرحبا انا ذلك. ارتئينا انه في حاله وفاه الزوج، في حاله وفاه الزوج كي تبقى الزوجه الثانيه في العقار ديالها وتكون مرتاحه في العقار ديالها، انهم ما يبيعوش الورثه ويخرجوا على الزنقه. كيف ما كان هذاك مراتو هذيك وولادو هذوك، لان حيت كنوضعوا واحد النص كنفكروا في الاولاد اللي ما عندهم لا حول ولا قوه خصنا نحميوهم. هما هادو بالنسبه للبيت الزوجيه في الطلاق هذا مرتبط بالطفل، لان النص السابق ينص على ان البيت يبقى للاطفال، ما جبنا حتى حاجه جديده، ولكن بغينا غير نضبطوه ونحسنوه بشكل اكثر، حتى لانه الطفل هو اللي كيستحق باش تكون عنده البيت. حنا هذيك البيت راه ماشي كنعطيوه للمراه، كنعطيوه للاطفال، ولان هي الحاضنه وهي المسؤوله عن تربيه الاطفال. فكيفاش واحد يقبل على نفسه انه طلق مع المراه، اختلف مع المراه، ويخرج ولادو من الدار ويعيشوا في شي منطقه اخرى؟ راه المشاكل ديال الكبار كتحل، ولكن المشاكل ديال الصغار ما كتحل. كيعيشوا في ظروف وفي صداقات وفي محيط وفي كذا، تجي واحد النهار تخرجهم. هذه المساله هذه كاينه في القانون القديم وكانوا كيعملوا بها وكاين فيها نقاش، ولكن خصها تضبط اكثر. تدافع على المرأة ما كاين حتى مشكل، لان كتبقى الاسره الكريمه المحترمه، المرأة لا حتى المرأة جزء منها ما كاين مشكل. ولكن نحترم هذه المرأة اللي توفى الراجل ديالها ولا كذا وبقات محتفظه بالبيت الزوجيه، تيقدر يقول لك واحد اخر شوف القصه الاخرى، وهي ان عندك الام ديالك وما عندهاش السكن. دقيقه ما نمشيوش بهذه الاحكام. لا انا تنقول لك لا هذه المساله مازال ما نضمناها. شنو هي وضعيه الام، شنو هي وضعيه هذا احنا واخدينها بعين الاعتبار. غادي نوصلوا للوقت اللي غادي نوضعوا القانون، غادي نصفوا كل شيء. شوف راه ما جيناش باش نبغيو نصفوا شي واحد ونضربوا واحد اخر، هذا توضيح الجميع، هذا هو دورنا، وغادي نصفوا الجميع. ولكن السوهبي هذه الفكره مزيانه. علاش؟ لان راه كاين ناس تيكونوا افكار واحد رد ليها البال حيت يجي الفصل صحو. بمعنى السوهبي اللي نفهموا انه في التدقيقات ديال هذا الشيء كله غتكون في القانون، ناخذوا العين الاعتبار كله. اجي باش نقول لكم واحد القضيه، قول لنا. انكم تغلطوا. حنا ما اخترعناش العجله، راه كاينه تجارب دوليه في هذه القضيه، وحنا كنشوفوا تجاربهم السلبيه والايجابيه وغنستافدوا منهم. ان البارح كنشوفوا لي القوانين كلها اللي كاينه في العالم حول هذا الموضوع ديال البيت. انا كنقلبوا. علاش كنقلبوا؟ لا نريد عن طريق انصاف احد ان نظلم الاخر.